انطلاقة في هذه الآونة بالذات لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، وانطلاقة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تيفاز ينطلق ومحاولة أولى يحضر، والتغطية الدفاعية موجودة. الحكم ماذا يقول؟ ضربة جزاء. يقول الحكم ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الثانية من بداية المباراة بعد تدخل من بوزيد المدافع رقم 19 في تشكيلة المنتخب الجزائري السيد الثانية من عمر المباراة. الاستعداد لمن؟ تيفاز يسدد، وأول هدف، أول هدف للمنتخب الأرجنتيني. تيفاز على الصورة لاعب نادي ويست هام الإنجليزي يتمكن من الوصول إلى الشباك باكرا إلى مرمى الحارس الجوي سمير عن طريق ضربة ثابتة، ضربة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. عمري الشادلي، عمري الشادلي ينطلق، مراوغة أولى وثانية، توزيع ويستفيد من ركنية. نعم، أول محاولة هجومية والتدخل من الوطني الجزائري الذي يواجه منتخب الأرجنتين، هذه الحقيقة. وفوق ميدان ملعب نوكوبا، يا سلام، عنتر يحيى يتمكن من الوصول إلى الشباك وتعديل النتيجة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. الهدف يفجر فرحة الأنصار فوق المدرجات، أول هدف في مرمى منتخب الأرجنتين، والحارس أبوندونزيري بعد تنفيذ مخالفة أو ركنية من اللاعب بالحاج نادير، ورأسية هائلة، وجان ميشيل كافالي في حديث للاعبين. ها هي أمامكم من جديد ملعوبة هائلة رائعة، وخلفية بالرأس من عنتر يحيى، المس الكرة بمساعدة العارضة تسقط في شباك، ويعدل المنتخب الوطني الجزائري النتيجة في الدقيقة 10. يا سلام على الزيانة فوق المدرجات. نادر بالحاج يلعب كرة من جديد وبين أحضان الحارس أبوندونزيري. تغيرت وأصبحت هدف مقابل هدف بين المنتخبين، وانطلاقة للمنتخب الأرجنتيني لتيفاز مسجل الهدف الأول، محاولة للمرور ما يتمكنش، والكرة ضايعة وخارجة وبعيدة عن مرمى الحارس الجوي سمير. هدف التعديل سجله اللاعب عنتر يحيى منتخبين، وانطلاقة للمنتخب الأرجنتيني لتيفاز مسجل الهدف الأول، محاولة للمرور ما يتمكنش، والكرة ضايعة وخارجة وبعيدة عن مرمى الحارس الجوي سمير. هدف التعديل سجله اللاعب عنتر يحيى بعد تنفيذ ركنية من نادر بالحاج فوق رأس عنتر يحيى، خلفية محولة إلى مرمى الحارس أبوندونزيري. هدف مقابل هدف بين المنتخبين. جاء الهدف في الدقيقة 10. طويلة الكرة أمامية لدهام نور الدين في الصراع مع أيالا، يتفوق ملعوبة عداري من انطلاق، عداري من الدخول في منطقة العمليات، المراوغة والدفاع من ميري من جديد. غائب رفيق صيفي نذكر عن هذه المباراة لأنه مشغول بزفافه، كل السعادة إن شاء الله. غائب أيضا بوعزة عامر بسبب مرض والده، إن شاء الله الشفاء، وسيعود عامر بوعزة إلى المنتخب الجزائري. يغيب أيضا حاج عيسى بداعي اللي بالحاج نادر بالحاج في تنفيذ مخالفة. هدف ثاني، نعم، يا سلام، الهدف الثاني من منيري للمنتخب الوطني الجزائري. منيري يتمكن من الوصول إلى الشباك. هدف ثاني للمنتخب الوطني الجزائري في الأربع دقائق وفي الثلاث دقائق الأخيرة من الشوط الأول لهذه المباراة الودية. عجيب، مندهش. أبوندونزيري الحارس أمام المنتخب الوطني الجزائري، هذا المنتخب اسمه الجزائر. يا الحارس أبوندونزيري، كل شيء ممكن في الكرة عندما تكون هناك الإمكانيات وهناك النفسية وهناك الرغبة والمحاولة. ها هي من نادر بالحاج، وخطأ من الدفاع ومن الحارس والمتابعة الجيدة. انطلق خطير، خطير. ميسي كان حائرا في الشوط الأول، ميسي مع بداية الشوط الثاني يعود تيفاز في مواجهة حجاوي سمير، والهدف الثاني أو من ميسي
وسجل ميسي ويعدل النتيجة لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 9 من زمن الشوط الثاني في مرمى سمير حجاوي. طبعا لحد الآن المنتخب الأرجنتيني سجل هدفين عن طريق ضربتي جزاء بكرات ثابتة، استفاد من الأولى في الدقيقة الثانية وباكر من الشوط الأول، واستفاد من جديد وفي الشوط الثاني من ضربة جزاء مرتين. ميسي، بينولا، انطلاقة، التغطية من بالحاج، يلعب كرة وحداري والهدف الثالث. حداري من هذه الكرات وكومبياسو والهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني. فرحة المدرب ألفيو بازيل، وكذلك كرسي الاحتياطي اللاعبين البدلاء للمنتخب الأرجنتيني لعب بقوة في الشوط الثاني. هدف ثالث في مرمى الحارس حجاوي سمير. طبعا مسؤولية ربما الدفاع بهذه الكرة العالية الموزعة والمرفوعة. بوزيد متأخر، لم يلعب الكرة، بوزيد كان متأخرا والأسبقية والأفضلية كانت لكومبياسو.